يعني معاوية ترك السنن، أمات سنة الخلافة. ولذلك بعضهم يقول معاوية أمات سنة الخلافة، هكذا يقول البعض، وأنه جاء بالملك. طبعا الخلافة هي ليست سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع رعيته، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالنبوة، والخلافة هذه سيرة الخلفاء الراشدين. فالذي يذم معاوية على الملك وعلى عدم اتباع سيرة الخلفاء الراشدين بالخلافة لا بد له أن يكون معتقدا الكمال في الخلفاء الأربعة الذين كانوا، أو في الخلفاء الخمسة الذين كانوا قبل معاوية رضي الله تعالى عنه بإضافة الحسن. وهذا لا يتم للرافضة ولا للخوارج والإباضية. فلا يجوز للرافض أن يذم معاوية لأنه كان ملكا فيقال له أنت لم تتبع سيرة الخلفاء، ثم يأتي الرافضي ويذم الخلفاء الثلاثة، بمعنى أنه يذم معاوية في عدم اتباعه لسنة من يذمهم هذا الرافضي. وكذلك الإباضي والخارجي لا يجوز له أن يذم معاوية في عدم اتباع سيرة الخلفاء الراشدين يعني بالخلافة، وهو يذم عليا رضي الله تعالى عنه، وهذا لا يجوز. فهذا الطعن من هذين الفرقتين أو من هاتين الفرقتين الرافضة والإباضية والخوارج طعن لا يتم. هذا من جهة. الأمر الآخر هو أن معاوية رضي الله تعالى عنه ملكه الذي كان هو ملك ورحمة، أي رحمة للأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يعني أن أول أمركم نبوة ورحمة، ثم خلافة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك جبري، وإلى الحديث المعروف عند الأكثرين. فنحن إذا نظرنا إلى ملك معاوية رضي الله تعالى عنه في مقابل من ملك بعده، فهو بإجماع المسلمين معاوية أفضل ملوك الأمة، ومن هذه الناحية فهو فيه مدح لمعاوية رضي الله تعالى عنه. هذا وملك معاوية رضي الله تعالى عنه بتبشير من النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوة ودعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل اللهم علمه الكتاب والحساب ومكن له في البلاد وقه سوء العذاب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة لمعاوية يا معاوية إذا ملكت فأحسن، قال له إذا ملكت فأحسن. وأمات سنة التلبية بغضا في عالم. والعجيب أن بعضهم لغباوته وجهله يقول إن معاوية ترك سنة التلبية، يعني التلبية في عرفة، وترك سنة التلبية بغضا في علي، هكذا يقول بعضهم. ولربما يستشهد على غباوته هذه بحديث يرويه عبد الله بن محمد بن الشرقي، وهذا الرجل متروك لإدمانه على شرب المسكر، عن النسوي عن خالد بن مخلد الشيعي المعروف يعني الذي كان يشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مع تفرده بالمناكير. ومن روى له من أهل الحديث ممن يشترط مثلا الصحة أو الحسن أو غير ذلك، فإنما روى له في غير ما تفرد به أو نصر به مذهبه الضال من شتم الصحابة والرفض وغير ذلك. فالحديث من جهة الإسناد ضعيف، لكن ما يدل على جهل المستدل به وغباوته أن مذهب علي رضي الله تعالى عنه هو نفسه مذهب معاوية في هذا، يعني ترك التلبية. علي أيضا رضي الله تعالى عنه مذهبه أن الحاج إذا وصل إلى عرفة يترك التلبية. طبعا هو الخلاف بين الذين يقولون بأن التلبية تترك في عرفة، الخلاف بينهم فقط متى تترك، هل عند الوقوف بعرفة أو قبل الوقوف بعرفة والاقتراب من الوصول إليه. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مذهبه ترك التلبية في عرفة. كيف يقال إن معاوية ترك التلبية في عرفة بغضا في علي، وعلي يترك التلبية في عرفة؟ هذا يعني إن دل على شيء دل على غباوة وجهل من يستدل بهذا. فمذهب علي ومذهب معاوية هو مذهب واحد، أن التلبية أن الحاج لا يلبي في التلبية، وهو مذهب كثير من الصحابة وكثير من الفقهاء
ولكن سبحان الله يعني شر البلية كما يقال ما يضحك. وأشاع المنكرات في مسند الإمام أحمد بسند صححه أحمد محمد شاكر وغيره أن هناك ما يشي بأن معاوية شرب الخمر. روى الإمام أحمد في مسنده وضعف رحمه الله تعالى الحديث، وفيه أن معاوية رضي الله تعالى عنه قدم لبريدة شرابا وقال: ما شربته منذ حرمه الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس لا يعرفون معنى الحديث، وطبعا هذا إذا سلمنا صحة الحديث، ويظنون أن قائل هذا ما شربته منذ حرمه الله هو بريدة قاله لمعاوية رضي الله عنه، فيفهمون إما لجهل من اللغة العربية أو لأسباب أخرى خارجة أن معاوية قد قدم لبريدة شرابا محرما، الذي هو دائر بين أن يكون خمرا المحرم بالتصريح أو النبيذ المحرم بالاجتهاد، ويكون نسبة التحريم على هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ترجيحا. يظنون هذا، وهذا خطأ. القائل ما شربته منذ حرمه رسول الله، القائل لهذا هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، هو القائل لهذا. والشراب الذي قدمه لبريدة هو اللبن. إذا قد يقول قائل هنا سؤالان: كيف عرفت أن الشراب هو اللبن والحديث ليس فيه ذكر الشراب؟ الثاني: كيف يكون الشراب هو اللبن ويقول معاوية ما شربته منذ حرمه رسول الله واللبن غير محرم؟ أما كيف علمنا أن الشراب الذي قدمه معاوية لبريدة هو اللبن؟ بحديث آخر، أو الحديث نفسه من طريق آخر، وهو عند الإمام ابن أبي شيبة رحمة الله عليه في مصنفه، وفيه أن معاوية رضي الله تعالى عنه أعطى لبريدة اللبن، ثم قال له: ما شيء وأنا شاب أشربه اليوم إلا اللبن. يعني لا شيء مما كنت أشربه في جاهليتي من الشراب كالخمر والنبيذ وغيره واللبن وأشربه اليوم إلا اللبن فقط الذي لا زلت أشربه، بمعنى أن معاوية رضي الله تعالى عنه لا يشرب خمرا ولا يشرب نبيذا ولا يشرب أي شيء من هذا. طيب، قول معاوية رضي الله تعالى عنه هذا يسمى أني ما شربته منذ حرمه رسول الله، هذا يسمى في اللغة العربية بإقامة المضمر مقام الظاهر، أن تقيم الضمير مقام الظاهر. وفائدة ذلك في هذا الحديث هو الاستقباح. أحيانا يكون المتكلم يستقبح الشيء فلا يريد أن يذكره باسمه فيكني عنه بالضمير. فمعاوية رضي الله تعالى عنه لما قدم اللبن لبريدة رضي الله تعالى عنه استطرد للكلام عن الخمر وقال: والله ما شربت، يعني والله كأنه أراد أن يقول والله ما شربت الخمر منذ حرمها رسول الله استطرادا، ثم استقبح ذكر الخمر باسمه لأن الخمر محرم شرعا، ومعاوية رضي الله تعالى عنه يستقبح ما قبحه الشرع، فكن عنه بالضمير فقال: والله ما شربته منذ حرمه رسول الله. فهذا الحديث لا يدل فقط على أن معاوية رضي الله تعالى عنه لا يشرب الخمر فقط، بل يدل على بغضه لها لدرجة أنه يستقبح ذكره. أما لو فهمناها الفهم السطحي الذي يظنه بعض الناس، وأن قائل هذا هو بريدة، هذا عليه احتمالات كثيرة جدا. أولا، كيف أن بريدة وابنه يشهدان شرب معاوية الخمر ولا يقام عليه الحد؟ هذا لا بد وأن يترتب على هذا الطعن في الصحابة كلهم والطعن في الأمة كلها. ثم كيف يجلس بريدة وهو من هو في الفضل في مائدة يضار فيها الخمر؟ ثم كيف لا ينكر عليه ويكتفي بأن يقول له ما شربته منذ حرمه رسول الله، أو معاوية لا يعلم أنه محرم؟ وغير ذلك من الافتراضات أو من الاعتراضات
التي تعين لنا أن القائل هو معاوية، وأن الشراب المقدم هو اللبن كما دل الحديث الآخر. أما من يقول هو الخمر فما عنده دليل على تعيينه، وأنه القائل هو غير معاوية ما له دليل على تعيينه، وهكذا فقيس، إنما هي ظنونات، ولا يجوز الطعن في عدالة المسلم والافتراء عليه بمثل هذه الظنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل في تاريخ دمشق لابن عساكر أنه باعها في الشام، باع الخمر معاوية. هذا وكما افتروا على معاوية رضي الله تعالى عنه في شرب الخمر، افتروا عليه كذلك بأنه باعها والعياذ بالله. وينقلون في هذا خبرا في تاريخ دمشق مسلسلا بالعلل واهن يرويه ابن إسحاق معنعنا، وهو مدلس مشهور وعنعنته مردودة، عن بريد بن سفيان الرافضي الغال الشات من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يروي عن حاكي القصة الذي يحكي هذه القصة، اللي هو محمد بن كعب القرظي، وهو لم يدرك القصة ولا شهدها، ومن يعني نظر في طبقته وفي ترجمته علم ذلك. ومع هذا التسلسل بالعلل، فليس في الخبر أن الخمر التي بقرها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكسرها كانت لمعاوية، وإنما هذا فقط مجرد طعن بالظنون كما سبق. بل في خبر آخر بعد هذا الخبر، يعني يلي هذا الخبر، في خبر آخر أن هذه الخمر كانت لأهل الذمة، كانت لأهل الذمة وهم اليهود والنصارى أو النصارى، وهم يشربونها ويتاجرون فيها وغير ذلك. كانت هذه الخمر لأهل الذمة وبقرها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، فأين هي أنها لمعاوية؟ فسبحان الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا يعني من شر الأهواء وما تجره من العمى، والذي يتجرأ على الطعن في عرض المسلم وفي عدالة المسلم بهذه الظنون، ويكثر الأكاذيب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك كأنه وكلامه يعمهم قوله سبحانه وتعالى: هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك نثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء الذين يعني يأتون بمثل هذا الإفك المبين لا شك أنهم آثمون وأنهم كذابون، فاجتمعت فيهم الأوصاف الثلاثة: الإفك والإثم والكذب، فلازم من ذلك النتيجة وهو أنه تتنزل عليهم الشياطين، هذا إن لم يكونوا إحداها، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.